السلام عليكم، معاكم سارة عطية. النهاردة هنعمل كاسات البطاطا بالكراميل. طبعا قدمنا لكم قبل كده الوصفة الصحية للبطاطا. النهاردة بقى هنقدم لكم الطريقة اللي فيها الكالوريز بالوظائف، فعشان ما نبقاش حرمناكم من حاجة عملنا لكم طريقة صحية وطريقة كمان وظائف. فخليكم معانا ويلا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. اول حاجة انا جبت البطاطا بتاعتي وقشرتها وقطعتها قطع، وبعدين حطيتها في مية تتسلق على النار. يعني هسيبها دلوقتي تتسلق براحتها خالص. على العين التانية معايا هنا كوبايتين من اللبن. هبتدي احط عليهم معلقتين كبار من النشا، وكمان معلقتين كبار من السكر، وهبتدي كده اقلبهم بالمضرب اليدوي لغاية ما يفك معايا النشا. وبعدين اولع عليهم النار، وابتدي برضو اقلب جامد بالمضرب اليدوي عشان النشا ما يكلكعش معايا. اقلب كده جامد. تمام. لما البطاطا المية بتاعتها سخنت هضيف لها معلقتين كبار من السكر، وارجع تاني لطبقة الكريمة بتاعتي. اقلب كده جامد. هضيف دلوقتي بقى اول ما سخنت علبة قشطة، وهقلبها جامد لحد ما تفك معايا. اقلب كده بسرعة لغاية ما تفك معايا القشطة في الكريمة. تمام كده. اول بقى ما تسخن وتبقى خلاص هتغلي، ابتدي اضيف لها ربع كوباية من الكريمة، واقلبها برضو بسرعة، ويا دوب غلوة واطفيها على طول، وتكون كده طبقة الكريمة جاهزة معايا. دلوقتي بقى هحضر طبقة الكراميل. معايا هنا كوبايتين من السكر من غير اضافة اي حاجة، حطيتهم على النار لغاية ما يفكوا معايا ويبقوا كراميل. اهم حاجة ههدي عليهم لغاية ما يبقى لونهم يتحول للون البني. تمام كده، السكر اتحول معايا للون البني، طبعا بني فاتح مش بني غامق عشان ما يمررش معاكي. هضيف لها مكعب من الزبدة اللي هي 25 جرام، وهبتدي اقلبها بسرعة مع الكراميل. اول ما يختفي معايا قطعة الزبدة، هضيف دلوقتي بقى نص كوباية من الكريمة. طبعا اول ما هاجي اقلبها هلاقيها مسكت معايا زي ما انتوا شايفين كده، عادي مفيش اي مشكلة. هقلب لغاية ما تفك معايا وتتحول لمزيج حلو كده من الكراميل. طبعا عملتلكوا قبل كده طريقة الكراميل من غير الكريمة، عشان اللي هيقولي ما عنديش كريمة، عملتها قبل كده مع كيك الموز من غير كريمة. زي ما انتوا شايفين فكت وبقت جميلة كده. برضو الكراميل بتاعي بقى جاهز. خلاص البطاطا بتاعتي اتسلقت وصفيتها من المية. هضيف لها دلوقتي مكعب من الزبدة 25 جرام برضو، وهضيف لها ربع معلقة من القرفة، ومعلقتين كبار من السكر البني، وهبتدي اقلبها بالمعلقة. وانا بقلب اهرس فيها كده عشان تبقى ناعمة. هفضل اقلب فيها كويس لغاية ما تدوب معايا الزبدة خالص. طبعا الزبدة هتدوب معايا على سخونة البطاطا. اقلب كده كويس. تمام كده بقت جاهزة معايا البطاطا. دلوقتي بقى هجيب كيس حلواني وابتدي اعبي فيه البطاطا بتاعتي. عندي هنا برضو بسكوت شاي عادي كسرته، هضيف له معلقة كبيرة من الزبدة. هنا انا مش عايزة الزبدة تلملي البسكوت، انا عايزاها بس تنديله نكهة حلوة.
يعني عادي هيفضل مفرول زي ما هو، لان الاضافات اللي هنحطها هتلم معانا البسكوت كويس. هجيب بقى دلوقتي الكاس بتاعي اللي انا هجهزه بتاع البطاطا. هبتدي اول حاجة احط شوية كده من البسكوت. طبعا شكل الطبقات هيظهر معانا بعد ما نخلص، يعني شكلها تحفة وجميلة جدا. اجيب بقى الكريمة بتاعتي اللي جهزتها واغطي بيها البسكوت زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هجيب البطاطا وابتدي برضو اغطي طبقة الكريمة بالبطاطا. تمام كده. وبعدين هحط طبقة من الكريمة تاني. تمام. وبعدين هحط طبقة الكراميل. شوفوا الكراميل جميل ازاي، هيعجبكم جدا ان شاء الله. اغطي برضو طبقة الكريمة بالكراميل بتاعي. وهخلص بقى كل الكاسات اللي معايا بنفس الطبقات اللي انا جهزتها معاكم. خلصنا كده الكاسات بتاعتنا وعملنا لها من فوق زينة بالجوز الهند والشوكليت شيبس. عادي الزينة زي ما انتي تحبي اعملي، المهم هتعجبكم جدا الوصفة دي، وبجد الطبقات فيها تحفة، وكمان الكراميل بيديها طعم روعة مع البطاطا. فعايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. كان معاكم سارة عطية، أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.